السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم احمد شعبان، وفي فيديو النهاردة ان شاء الله هنعرفكم الصبابات الكويسة اللي تنفع تشتغل، والصبابات الوحشة اللي ممكن تجيب معاك عمرة وتخلي معاك صوت الموتور عالي وتعمل لك مشاكل كتير انت في غنى عنها بسبب صباب بس. يعني 50 جنيه او 100 جنيه زيادة في سعر الصباب ممكن تعمل لك مشاكل كتير جدا. عشان تختبر الصباب الكويس من الصباب اللي مش كويس بتحتاج اي مغناطيس او فولام، وبتستخدمه كمغناطيس. الجزء اللي هنا ده بيكون فيه مغناطيس. دي صبابات 2016 والنوع بتاعها فروك، ودي صبابات 2007. دي صبابات قديمة مش فاكر النوع بتاعها كان ايه، بس لما جيت جربت لقيت ان في فرق كبير جدا في الصبابات. الصبابات مش حديد، الصبابات بيكون في جزء منها حديد وجزء منها من الكروم الصلب. الكروم الصلب ده عشان يتحمل الحرارة والضغط، اما الحديد مش هيتحمل الحرارة والضغط. طب هتعرف منين اذا كان الصباب ده من الكروم ولا من الحديد؟ كل اللي انت محتاجه الفولام، وهتيجي تمسك صباب العادم بالشكل ده. ده صباب عادم وده صباب بنزين. هنختبر صباب البنزين الاول ده وصباب البنزين اللي هو ده. بصوا كده، المغناطيس لقط الصباب، معنى كده ان هنا حديد، كله حديد. تعالوا بقى نشوف العادم التاني اللي هو 2016 الفروك. هنا كده المكان ده بيكون حديد يعني، او في نسبة حديد عشان خاطر ده اللي بيركب فيه التيلة. تعالوا بقى نشوف من هنا، مفيش اي لقط خالص للمغناطيس، مفيش لقط للمغناطيس. تعالوا نشوف ده. ده لقط وده ملقطش، ده واقف زي ما هو. تمام، يبقى كده لازم برضو الجزء اللي هنا يكون برضو من الكروم الناري عشان يستحمل معاك الحرارة. طيب تعالى بقى نشوف صباب العادم هنا. صباب العادم هنا في 2007 مش بيلقط، معنى هنا ان في نسبة كروم، لكن في صباب العادم بس. هنا مش مشكلة يعني، هو في نسبة كروم لحد هنا بس كده، لحد هنا، لما الباقي كله حديد. طب تعال نشوف صباب العادم التاني اللي هو 2016. ما بيلقطش خالص ولا حتى هنا، ما بيلقطش غير من الجزء اللي هو العلوي، الجزء العلوي ده بس. اما الجزء ده لا. يبقى كده نعرف انك عشان تجيب صبابات اللي هي ما بتلزقش في المغناطيس خالص. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الصبابات اللي هي بتكون كده يبقى دي معمولة من الكروم الناري، صبابات نظيفة، صبابات تستحمل معاك الحرارة والضغط ومش هتبوظ بسهولة. اما الصبابات دي هتحمر وتعمل لك صوت عالي، وبعد فترة هتنفس وتقول لا ده العيب من العمرة، والعمرة معمولة بايظة، وهو العيب اصلا كلها ايه؟ من قطع الغيار. في قطعة غيار نظيفة وفي قطعة غيار تعبانة، وانت شايف ان ده صباب وده صباب، ده ب100 وده ب50. انت بتجيب مثلا بتقول اوفر واجيبه ب50، وهو ده هيشتغل زي ده. ده طبعا مش هيشتغل زي ده، في فرق في المواد المستخدمة في التصنيع. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم احمد شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.